اخر حاجه، مين المؤثر جوه الاكونت ده بياخد قرار؟ مين اللي ليه قرار؟ ما هو معروف، ما البرشيزنج. لا يا حبيبي مش كده، القصه مش كده خالص. مفيش اكونت في الدنيا يقدر يتحكم فيه شخص، لازم الانفلونس بتاع القرار يتوزع على اكتر من شخص. فممكن يكون الراجل اللي ماسك الماركتنج ليه دور، ممكن يكون الراجل بتاع ليه دور اللي هو اليوزر اللي بيستخدم. عشان كده هو بي تو بي. البي تو بي بقى بيعتمد في فكره السيلينج بتاعته على ما يسمى عمر بالكام، كي اكونت مانجمنت. من ضمن الكي اكونت مانجمنت انك بتعمل حاجه اسمها ستيك هولدر مابنج. شوف قوه الناس اللي جوه، مين اقوى واحد بيدي قرار، والقرار متوزع على مين. القرار مش على شخص. البي تو سي على شخص واحد، لكن هنا مش على شخص. اخر نوع من المعلومات، ما ينفعش تشتغل مع عميل واقرب 2 3 منافسين حافظهم صم، اللي هي الاوبشنز المتاحه والالترناتيفز في دماغ العميل. هات اقرب 2 موديل او 3 موديل قريبين منك، هتعرف عنهم ايه؟ حاجتين بس. عايز اعرف ايه اللي منجحه مع الناس، بيحبوا فيه ايه وبيكرهوا فيه ايه. بص بقى، لو استاذ شريف عميل وانا رايح له، انا عارف البرودكت بتاعي وشركتي كويس جدا جدا، انا عارف كويس الدنيا ماشيه عنده ازاي والمعلومات عنه، انا عارف كويس الاوبشنز والبدائل التانية اللي قدامه اللي ممكن يقارني بيها، ما غيرش في دماغك ازاي. طب انا رايح لك مش مذاكر شركتي كويس، ما اعرفش في البرودكت بتاعي قوي، ممكن تهاجمني باعتراضات وبحاجات انا مش عامل حسابي عليها، انا ما اعرفش بصراحه الناس التانية اللي بتجي لك بتقول لك ايه عن نفسها، فانا مش مذاكر المنافسين، انا ما اعرفش باينج بروسيس والدنيا عندك ماشيه ازاي ولا دماغك فيها ايه، ابيع لك ازاي؟ الجزء ده من اهم الاجزاء، مش بتاعتي كنولج، بس انا لازم الفت نظرك يكون عندك الموديل ده كي اس اي، نولج سكيلز اتيتيود. والنولج يعني 4 حاجات، كمباني انت حافظها صم وتبيعها كويس قوي، وهنتكلم فيها بعدين في الكامباني ابروتش. برودكت عارف قوته فين وعيبه فين واليونيك سيلينج بوينت بتاعته لما احب ابيعها فين. المنافس، اقرب 2 3 منافسين ليا شبهي ناجحين في السوق، افهمهم كويس. الكاستمر، اي معلومه هتجيبها عنه بتساعدنا كتير جدا ان احنا نعمل له بنتريشن.